هذا دين برقبتك من النبي صلى الله عليه وسلم انك تخبر الناس، والان اقيمت عليك الحجه لانك شفت المقطع. انا اتمنى اللي يعرف يصمم باللغه النيبالي او الهندي او الاردو يساعدني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياه تطول بك فاخبر الناس. ورويفع الحين اخبرنا واقيمت علينا الحجه، الحين احنا لازم احنا نعلم الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. يقول الشيخ بن باز: اللي عقد لحيته بنية التفاخر والتعاظم أو الأسباب ثانية، هذه من عادات الشركية، أو اللي صفصف لحيته ويرتبها يبدأ يتشبه بالنساء بالمشي يتميع، هذا داخل ضمن الحديث. ومن تقلد وترا، اللي يحط شيء على الدواب أو عياله يقصد بقصد أنه تدفع العين، أو يستنجى برجيع دابة أو عظم، هذه معروفة. يقول النبي: من علق تميمة فلا تمم الله له، ومن تعلق وديعة فلا ودع الله له. أما اللي يلبس أساور بنية أنها تدفع له ضر أو تجيب له نفع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: هذه من الأوهانة. قال: فانزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أما اللي يلبسها بنية الزينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء. انتبه.